طرد من بيت أبيه حافي القدمين، وسرقت أرضه أمام عينيه، لكن بعد 7 سنوات عاد ليجعل من طردوه يعملون عنده. كيف انقلب كل شيء؟ وما السر الذي كان مخفيا خلف الجبل؟ كان اسمه ياسر. ما كانش يحلم بقصور ولا سيارات فارهة، كان بس يحلم انه يعيش زي ابوه، راجل يمشي في ارضه وكل الناس تحترمه. بس الدنيا ما بتحبش اللي زي ياسر. لما مات ابوه فجأة اجتمعوا كلهم في البيت الكبير، عمه واولاده وخالته اللي ما كانتش بتيجي غير لما في فلوس. الجو كان تقيل، ريحة القهوة المرة مخلوطة بريحة النفاق. ياسر كان واقف جنب الجثمان، عينيه حمرة من البكاء، وهو لسه ما صدقش ان ابوه راح. اول ما خلصوا الدفن بدأت المسرحية. يا ياسر، ابوك ما سابش وصية مكتوبة، قال عمه بصوت ناعم زي السم. يعني ايه؟ ياسر سأل وقلبه بدأ يدق بقوة. يعني الارض كلها للعائلة، وانت لسه صغير وما تعرفش تدير حاجة. في اقل من ساعة تحول البيت اللي كبر فيه ياسر الى سجن. اولاد عمه طردوه بره الباب وهو حافي، رجليه على التراب الساخن. سلبوه حتى الجزمة اللي كانت في رجليه، وموبايله، وحتى الخاتم الفضي اللي أبوه كان أعطاه إياه قبل ما يموت بيومين. وقف ياسر في الشارع، الشمس تضرب في وشه، والناس يبصوا عليه وهم يهمسوا. واحد صاحبه القديم شافه، قال له: ارحل يا ياسر، هم دلوقتي بيحرقوا أوراق أبوك عشان ما يبقاش لك أي حجة. نام ياسر تلك الليلة تحت جسر قديم، رجليه مليانة جروح وقلبه مليان نار. كان بيحلم انه يرجع يوم ما يملك كل حاجة، مش بس الارض، كل اللي عليها. السنين اللي فاتت كانت قاسية. اشتغل في كل حاجة، بناء، سواق تاكسي ليلي، حتى باع فول في الشوارع. كان بياكل مرة في اليوم عشان يوفر كل قرش. بس في عينيه كان في شيء غريب، مش بس غضب، كان في خطة. تعلم ياسر حاجات ما كانش يعرفها أبوه أبدا. تعلم ازاي يتكلم مع الناس اللي محدش يتكلم معاهم. تعلم ازاي يدير فلوس من غير ما حد يعرف مصدرها. واهم حاجة، تعلم ازاي يصبر، صبر طويل بارد زي الثلج اللي بيغطي النار. وبعد 7 سنين رجع، مش راجع زي الولد اللي طردوه حافي، رجع راجل مختلف، لابس بدلة سودا نظيفة، بس تحتها كان في ندوب السنين. وقف قدام بوابة الأرض الكبيرة اللي كانت أبوه ملكها، والحارس الجديد اللي كان زمان يشتغل معاهم معرفوش. مين انت؟ سأله الحارس. ياسر ابتسم ابتسامة هادية ونظر للأرض الخضراء اللي تمتد قدامه زي بحر. أنا صاحب البلد دي، وجاي آخد اللي ليا. دخل ياسر من البوابة الكبيرة بخطوات هادية، زي واحد عارف هو رايح فين. الحارس حاول يوقفه، بس ياسر بس رفع ايده وقال بصوت هادي بس فيه سلطة: روح قول لعمو سالم إن ياسر ابن الحاج مختار رجع، وقول له إن ال7 سنين خلصت. ما مرت 10 دقايق إلا والبيت كله قام. عمو سالم نزل الدرج بسرعة، وشه محمر، لابس الجلابية البيضة الغالية اللي كان أبو ياسر يلبسها زمان. وراه أولاده ال3: كريم الكبير اللي بقى سمين ومتعجرف، وأحمد اللي كان زمان بيضرب ياسر وهم صغيرين، ومصطفى اللي ما بيفتحش بقه غير لما أبوه يأمره. ياسر، صاح عمه بصوت فيه دهشة وخوف مخبي. يا ولدي، انت فين كنت؟ احنا كنا بنفتش عليك طول السنين دي. ياسر ابتسم ابتسامة باردة. بتفتشوا عليا وانتوا بتحرقوا اوراق ابويا وبتبيعوا قطع الارض اللي على الطريق؟ حلو. الجو اتجمد. كريم حاول يتكلم بصوت عالي: انت مين عشان تيجي تتهمنا؟ الارض دي ملك العائلة، وابوك ما سابش حاجة مكتوبة. ياسر ما ردش عليه، بس سحب من جيبه ورقة قديمة مطوية كويس فيها ختم محكمة وتوقيع أبوه. الورقة دي كان أبوه خباها في مكان ما يعرفه غير ياسر. وصية مكتوبة بخط إيده بتقول إن كل الأرض والعقارات تروح لابنه ياسر لوحده، وإن أي تصرف بعدها باطل. عمه تغير لونه: دي مزورة، هنروح المحكمة.
بس قبل ما تروحوا عايز أوريكم حاجة. في اللحظة دي دخلت 3 سيارات سودة فخمة من البوابة، نزل منها رجالة ببدل رسمية، ومعاهم محامي مشهور جدا في المنطقة، ومهندس زراعي، ومدير بنك. ياسر كان قضى السنين دي مش بس بيجمع فلوس، كان بيبني شبكة. اشترى ديون العائلة من بنوك، اشترى أسهم في الشركات اللي كانوا بيبيعوا ليها المحصول، وحتى اشترى قطعة أرض صغيرة جنب الأرض الكبيرة، وخطط لها طريق جديد يخلي أرض عمه معزولة. الدراما انفجرت في الصالة الكبيرة. خالته اللي كانت بتدعم عمه زمان بدأت تبكي وقالت: يا ياسر، احنا عيلة واحدة، ما تعملش كده. ياسر بص لها بنظرة فيها ألم وغضب: لما طردوني حافي محدش قال احنا عيلة واحدة. كريم حاول يهدد، قام يجري عليه، بس ياسر وقف مكانه ما اتحركش. بس نظرة واحدة من عينيه خلت كريم يقف. السنين غيرت ياسر، بقى فيه هدوء مخيف، زي واحد عاش الموت وطلع منه. في الليل عمه سالم جه لوحده للغرفة اللي كانت غرفة ياسر زمان. خد نصيبك وامشي يا ياسر، هنعطيك فلوس كتير وأرض صغيرة، بس سيب الباقي لينا. ياسر كان واقف قدام الشباك بيبص على الأرض اللي كانت بتلمع تحت ضوء القمر. أنا مش جاي آخد نصيبي يا عمي، أنا جاي آخد كل حاجة. وهتتعلموا درس، إن اللي يطرد اليتيم حافي لازم يوم ما يرجع يلاقيه مالك. بس في اللحظة دي حصل شيء ما كانش ياسر متوقعه. اتصل عليه رقم قديم جدا، رقم صاحبه اللي ساعده في أيام فقر. الصاحب قال له بصوت مرتاع: ياسر، في حاجة كبيرة، الأرض اللي ورا الجبل اللي أبوك كان بيخبي فيها سر، الناس بدأت تحفر فيها، وفي حاجة هناك مش طبيعية. اتصل ياسر بالرقم القديم، قلبه دق بقوة. صاحبه حمادة كان صوته مرتجف: يا ياسر، الناس اللي عمو سالم بعتهم بيحفروا ورا الجبل، لقوا حاجة كبيرة، في كهف قديم، وجواه تماثيل وأحجار غريبة، والأهم في صندوق حديدي مكتوب عليه اسم أبوك. ياسر اتجمد، كان يعرف إن أبوه كان بيخبي سر، بس ما كانش يعرف إنه بهذا الحجم. ركب الجيب وطلع ورا الجبل في الظلام، والريح بتصفر زي عيطة. لما وصل لقى المكان مليان ناس، عمو سالم وأولاده وبعض رجالة من القبيلة، ومعاهم ليزر وأدوات حفر، كانوا بيفتحوا الصندوق. ابعدوا، صاح ياسر بصوت عالي. عمو التفت، وشه أصفر: يا ياسر، ده تراث العائلة، أبوك كان بيسرق الآثار دي من زمان. بس ياسر ضحك ضحكة مرة: أبويا ما سرقش حاجة، هو حافظ على السر ده عشان يحمي الأرض كلها. فتح الصندوق قدام الجميع، جواه مش ذهب ولا جواهر، كانت أوراق قديمة جدا وخريطة ووثيقة تثبت إن الأرض دي مش مجرد أرض زراعية، دي أرض فيها بئر مياه جوفية ضخمة، ومعادن نادرة، وموقع أثري يقدر يجيب استثمارات سياحية وزراعية تحول المنطقة كلها جنة. الحاج مختار أبو ياسر كان عارف بالسر ده من سنين، وخباه عشان ما يجيش ناس الأعمال والحكومة ياخدوا الأرض بالقوة. كان بيحافظ عليها لابنه. الصدمة كانت قوية. كريم صاح: يعني كل اللي عملناه كان عبث؟ أحمد وقع على ركبه وبكى. عمو سالم بص لياسر بعيون مكسورة: خد كل حاجة يا ياسر، بس سيب لنا حتى نعيش. في اللحظة دي وقف ياسر ساكت دقايق طويلة. تذكر اليوم اللي طردوه حافي، رجليه بتحرق على التراب والجوع والذل. تذكر كل ليلة نام فيها تحت الجسر وهو بيحلف يرجع وياخد حقه. بس تذكر كمان كلام أبوه زمان: الانتقام الحقيقي مش إنك تدمر عدوك، لكن إنك تبني وهو يشوفك وإنت مالك. قال ياسر بهدوء: هاخد كل الأرض والسر ده، هعمل شركة وهشتغل فيها ناس كتير من المنطقة، أما انتوا هتشتغلوا معايا براتب زي أي واحد، لو قبلتوا تفضلوا، لو لأ بره البلد. عمو سالم انحنى راسه، أولاده ما قدروش ينطقوا. في خلال سنة واحدة تحولت الأرض المزرعة نموذجية كبيرة، فيها فندق سياحي صغير وبئر المياه بتسقي أراضي كتير حواليها. ياسر بقى راجل غني، بس الناس بتحترمه أكتر لأنه راجل عادل. وفي يوم من الأيام كان ياسر ماشي في الأرض حافي القدمين زي أول يوم طردوه، بس المرة دي
كان بيحس الأرض بتلامس رجليه بحنان. وقف تحت الشجرة الكبيرة اللي كان أبوه بيحب يقعد تحتها، وبص للسما وقال بهمس: يا أبي، رجعت وجبت لك اللي تستاهله. وبعدين ابتسم وكمل ماشي، مالك الأرض ومن عليها. هل ترى أن ياسر فعل الصحيح عندما سامحهم؟ أم كان يجب أن ينتقم؟